يلا بنتي فيقي، لإمت بدك تضلك نايمة؟ 10 ساعات. 10 ساعات؟ عائلة جوشيبورا، البنت الكبيرة فيها هي آمي جوشيبورا، نشيطة ولطيفة. أما البنت الصغيرة عندهم ذكية وواعية وفيك تعتمد عليها بالبيت كتير. كوشبو جوشيبورا. معك ربع ساعة بس، لأنه رايحة معك مشان جيب نتائجك. يلا. انسي النتائج ماما، اكيد مثل العاده اذا تاخرتي على الشغل رح يصير مشكله. يلا لا روحي حبيبتي، بسرعه. ما حذرتي. لو انك كنتي ذكية هيك بدراستك ما كنتي تحججتي بشي اليوم. أنا أكيد رح روح وشوف النتائج. يلا بسرعة، بتكوني جاهزة بربع ساعة، مفهوم؟ جاسو رح تجي. شو؟ تأدبي، هي أكبر منك. أمهم وأبوهم لكوشبو وآمي جوشيبورا هي شروتي جوشيبورا. بابا يا ريتك لو انك لساتك عايش بيناتنا. هدي بنتي. بس انا بعرف انك دائما معي. مع السلامة. هي جاسو. يلا تعي بسرعة. شروتي شروتي، لوين؟ رايحة تشوفي النتائج؟ إيه؟ أعطيني طلباتك من الخضرة لحتى أجيب لك ياهن. دقيقة. إيه شو بدك؟ استني بس دقيقة. كوشبو اكيد اليوم رح ارسب. ليش؟ لانه شفتها لجاسو وتصبحت بوشها. اختي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ نتائج امتحانك اكيد بتكون جاهزه قبل ما نشوف جاسو بطريقنا. لا تاكلي هم بنوب، لانه اذا انستك كانت عمياء او صاير شي بعقلها اكيد هي رح تنجحك بالامتحان. اسكتي، لهيك لازم اعمل اي شي. بدي اوعدك هلا اذا نجحت انا اليوم بصفي انا ما رح آكل بسكوت بسنة. عن جد؟ بلا بسكوت لسنة؟ ماشي. تاكلي؟ السنة مدة طويلة ما؟ لهيك رح خليها لمدة شهر بس، وعد. أهلين أستاذ. طيب ماشي، بس بصراحة أستاذ اليوم تطلع نتائج بنتي الكبيرة. لا رح حاول أجي بكير، لأنه واحد من الأهل لازم يكون موجود. تعرف لأنه الوضع تغير وأنا لازم. مدير أمي كتير صعب معه مو هيك؟ وليش زعلانة؟ اليوم هو أحسن شخص بالعالم، لأنه هو أكيد رح ينقذني. هلأ ماما ما عاد فيها تشوف النتائج. ما رح أقدر أجي وشوف النتائج. قولي لأنستك إنه عندي شغل ضروري بالمكتب، لهيك ما رح أقدر أجي. وليكي بالمرة بتشوفي نتائج كوشبو. هي مسؤوليتك أنت اليوم، لأنه أنا ما رح كون ناطرتكم بالرجعة. سمعتي؟ خاطرك ماما. باي. ماشي ماما، لكان اتصلي فيني بس يرجعوا من المدرسة. إيه ماما، رح سكر هلأ. باي. في شغلات انطلبت لجناح الأطفال ومستعجل كتير. أنا إلي ساعة طالبة، ليش لهلأ ما خلصت؟ فيني أعرف؟ أستاذ أنا رح أشتغلهم فورا. شروتي، الملف لازم يكون على مكتبي الساعة 3. كلامي واضح؟ حاضر. اختي لسه اليوم ما خلص وانتي خلفتي بوعدك فورا. شو يعني؟ اي حدا ممكن انه يكسر وعده. اصلا ما كان لازم اجي وشوف النتائج، وما كان لازم اجي على الامتحان. اذا كنت رح ارسب كان لازم ارسب بالبيت. طيب هلا شو بدي اعمل؟ امشي على البيت. ليش؟ يلا بدك تفرجيها لماما هدول النتائج هلا؟ لا، أنا لازم وصلك لأنك مسؤوليتي. يلا نروح. ماشي. وقف هون لو سمحت. كوشبو أعطيني غداكي. يلا انت ركضي وروحي على البيت. يلا. اختي شو انت رح تهربي؟ لك شو ما بدك تروحي؟ بلا. كوشبو يلا روحي، الوقت عم يمر. ما رح ادخل اليوم على البيت وانا راسبه بالامتحان. يلا روحي بسرعه. طيب ماشي يلا. ماشي بس يا اختي. ايه ماما، كوشبو اتصلت وقالت لي انه آمي رسبت، بس يعني وين راحت هالكسلانة بلا ما تقلي؟
لهلأ ما رجعت على البيت؟ لا، وصلت اختها على البيت وراحت، بس نحن ما بنعرف لوين. ما بتعرفوا لوين؟ بس وين بتكون راحت هلأ؟ وينك يا غبية؟ إذا رنيتي مرة تانية رح كسر لك عظامك. ها آمي، قلتي هربت؟ ايه، وتركت هي الرسالة عبابي. ماما أنا رح موت حالي. يمكن أنتي هلأ مزعوجة مني، بس أنا كتير آسفة. شروتي وهي عم تقرا الرسالة يلي كتبتها آمي، بنفس الوقت آمي بترجع لعندهم على البيت. آمي آمي، وين كنتي آمي؟ آمي حبيبتي. وين كنتي وليه؟ كنت هون. شكراً ماما، أنا كنت بعرف إني مهمة أكتر من نتائج الامتحان. ماما، أنا بتمنى ما تكوني معصبة. ماما آسفة كتير، كنت خايفة، كنت مفكرة إنه رح تكوني. بالإذن، تليفون لازم رد عليه. ماشي. شروتي منيح اللي اتصلتي، ما رح تصدقي وين أنا حالياً. شروتي؟ عمو سانجاي، آمي؟ شو صاير، أنت منيحة؟ ما في شي منيح أبداً عمي. ماما كتير معصبة مني، كتير معصبة. شي أكيد، هي ردة الفعل الطبيعية وقت بنتها بتفرح. إذا ماما ما رجعت حكت معي أنا ما بعرف شو رح ساوي بحالي. أنت ما بتتحركي من محلك حتى أجي لعندك، عم تفهمي علي؟ طيب، باي. مجنونة. عمو سانجاي لو سمحت روح، يلا بسرعة روح. آمي، أنت اتصلتي فيني لأجي؟ بعرف، بس أنا غلطت وهي غلطة تانية. ماما معصبة مو بسبب شغلة، الغلط الأول إني رسبت، والغلط الثاني كتبت رسالة لستي، والغلط الثالث لأني تخبيت. لهيك إذا بتريد روح من بس هون أنت بسرعة. اتصلتي فيني وقلتي لي إشي إذا لهون. بتريد روح قبل ما تشوفك أمي وتبهدلني. طيب اسمعيني شوي آمي. يعني اتصلت فيك أنت كمان لتساعدها، كتير منيح. آمي، فوتوا لجوا. بصراحة حاكتني وهي عم تبكي. بس أنا ما قلت لها شيء أبداً. تماماً، وهي هي المشكلة، لأنه لو ما كانت ردة فعلك بهي الطريقة ما كانت آمي تلبكت هيك. سانجاي لو سمحت، أنا بالأساس متوترة وأنت جاي عم تنظر علي هلا. طيب فهميني، أنت ليش ما بتغيري طريقتك مع البنات؟ استنى لحظة بس، أنت بالأساس بتعرف هي شو عملت؟ إيه؟ هي رسبت؟ أنت وحماتي وأمي كلكم عم تخربوا البنت بالدلال الزايد. شروتي سامحيها هالمرة. أنا بسامحها بس بشرط إذا وعدتني إنه تصير أشطر. شوفي أمي عم تدقلي. أمك؟ إذا رديت لازم أتزوج. تتزوج؟ طيب يلا فوت خلينا نشرب ما شاي. فيني لأنه أمي ناطرتني. يلا دقيقة إذا واحدة بتريدي بس. بيجي بعدين. سامحيها ماشي؟ شكراً. باي. باي. إيه مثل هذا بنتي؟ صح. عمو، خالتي، آيشواريا. مرحبا حبيبتي آمي، وين أهلك كلهم؟ اجينا مع أخبار كتير حلوة. خدي. شكرا حبيبتي. مبروك حبيبتي آيشواريا. شكراً، بس الشكر لحاله ما بيكفي. خدي هي، كلي من هالحلو. طلعت الأولى بالصف صح؟ ايه طلعت الأولى على صفها، لأنه بنتي آيشواريا درست كتير. بالمناسبة نتائجك اليوم طلعت مو هيك؟ أنا سمعت إنه ما كنتي منيحة، بس ما غلطك أبداً يا آمي. أنتي كان لازمك مصاري لتدفعي رسوم المدرسة، وأختي كانت مشغولة، أحياناً مشغولة بالمكتب وأحياناً ضايعة، ما كان عندها وقت أبداً لحتى تساعدك بالدراسة. بالمناسبة وين أمك هلأ؟
أخي برافين، أيشواريا، أختي، كلكن هون؟ شو في آمي؟ شو ممكن يكون صاير اختي؟ المسكين اخي هارش. هو صح في كتير نسوان عم يشتغلوا هالايام، بس البنات من دون اب ما فيك تلوميهم. لو انك انتبهتي عليهم اكثر من هيك وقتها كانت سمعة عائلتنا رح تضل منيحة قدام العالم. خالتي لو سمحتي ما فيك تلومي ماما على أي شيء. ما حدا بيشتغل قد ما هي بتشتغل كرمالنا. هي بتهتم بالمكتب وفينا وبشغل البيت، وما غلطة إنه أنا رسبت بالامتحان. شو هالحكي؟ لازم نلوم الجيران لك؟ لازم نلوم حالنا لأنه أمك هي أم الهند كلها؟ خالتي إذا قلتي أي شيء تاني عن أمي وقتها أنا آمي اهدي يا بنتي، ما حدا رح يحكي شي. آمي تعي معي يلا. شوفوا فوق ما أنا رسبانة لساتها عم تقلل ذوق. خلص نيشا، ما بسمح لك تحكي ولا كلمة عن ترباية بناتي، مفهوم؟ كيف ما كانت تكون أنا فخورة فيها. حتى لو ضلت ترسب أنا أكيد رح وقف معها لحتى تنجح. وإذا بنتي رسبت أو نجحت فهي مشكلتي أنا، ما حدا له علاقة بالموضوع غيري أنا. اختي بس انت خلص بكفي، الكل يسكت فورا. ابني طلع مرتك لبرا. امشي ايشواريا، امشي.